كل عصر وله المنافقين بتوعه. يعني زمان على ايام سيدنا رسول الله كان المنافق لشكل معين وطابع خاص، عبد الله بن سلول وبقيه المنافقين اللي معاه. لكن دول عمر ما حد منهم كان بيتربح من الدين. انما منافقين العصر اللي احنا فيه ده هم الشيوخ والدعاة اللي بيتربحوا من الدين، والدين مأمن لهم حياتهم ومستقبلهم ومستقبل عيالهم ومستقبل عيال عيالهم، ومع ذلك اما الدين بيحتاج لهم ولا كأنهم واخدين بالهم. وقع قدامي بالصدفة كده بعض الدعاة الجدد، دعاة الدين الجدد والشيوخ دول عاملين برنامج على يوتيوب بيطلعوا فيه كل يوم يتكلموا بقى عن الصوم والصلاة والزكاة وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، عشان الناس تقعد تمصمص شفايفها. يا سلام الله، وكل ده بيتقال وبيتعمل وجنبنا بس ب5 كيلو اخواتنا بيتذبحوا. حاجة تجنن والله. والله شيء يخبل، شيء يخبل. يعني ما تفهمش يعني what can we do? nothing. واحد تربح من الدين وبيتكلم باسم الدين عشان الناس تقعد تمصمص شفايفها، اما الدين يحتاجه ولا كأنه واخد باله. بس عم كبر دماغك، احنا اصلا وجع دماغ. ما انت اننا نضحك على العيال العبيطه اللي عايزه تقعد تمصمص شفايفها. والله يا سلام، ايه الحلاوه دي والطعامه دي، يا سلام. الامام احمد بن حنبل وقف لوحده ضد قضاة ودعاة وشيوخ العصر كلهم في فتنة خلق القرآن. وقف لوحده في أعظم فتنة على الإطلاق في تاريخ الإسلام، فتنة خلق القرآن. وبعد سنين وسنين العالم ما بيفتكرش غير الإمام أحمد بن حنبل. وكل القضاة والشيوخ والملوك اللي وقفوا ضده وأمروا بإعدامه وسجنه ولا حد فاكره. ما ده تكريم ربنا للإنسان في الدنيا قبل ما يكرمه في الآخرة. ده نوع من أنواع الإكراميات أو التكريم بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فتنة خلق القرآن أعظم فتنة مرت على الدين الإسلامي على الإطلاق، ووقف لها الإمام أحمد بن حنبل لوحده. فالموضوع دلوقتي مش شيوخ سلاطين والكلام لا 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 لا. منافقين العصر الحديث دول منافقين أنا بسميهم منافقين مصمصة الشفايف. سلام الله، اخواتنا بيتذبحوا بيتقتلوا ودول لما مصمصوا الشفايف. الله العظيم يا جدعان. مش قادر استوعب. مش يعني في حاجات كده بتحصل في العالم كده احنا مش بيقدر يستوعبها. يلا ربنا ينصر غزة.